بدكش تسلم على السفير السوري؟ بدكش تفتح علاقات مع سوريا؟ مفكر حالك احسن منن انت يعني؟ ما تكون مفكر انه بلدك احسن من بلدن. لك الدنيا كلها تآمرت عليهم، 8 سنين صاروا بحرب. روح شوف الشوارع بسوريا كيف مضوية. روح شوف الشرطة 24 ساعة بالشوارع كلها بكل سوريا. روح شوف المستشفيات ببلاش، والأدوية ببلاش، والمازوت بالشتوية للعالم ببلاش، والمدارس ببلاش، والجامعات ببلاش. حبيبي، يصح لكم تفتحوا علاقات مع سوريا، يصح لكم، لكن ان شاء الله تقبل سوريا ترجع تحكي معكم. مفكرين حالكم احلى من السوريين انتو؟ والله انتو مجانين اذا مفكرين هيك. لان شاء الله مفكرين عنا بلد نحن هون. عم بتمسح فينا الارض كل يوم، عم بتمسح فينا الارض على ابواب المستشفيات وعلى ابواب الادارات العامة وعلى ابواب الوزارات. عم بتمسح فينا الارض. بيسترجي موظف في دائرة رسمية بسوريا يغلط مع شي مواطن؟ بيسترجي؟ ان شاء الله مفكرين حالكم احلى من سوريا انتو هون. الدنيا كلها كانت ضدهم، 8 سنين حرب، اتدمرت سوريا وبعدها الشوارع مضوية. ارهاب العالم كله كان مجتمع بسوريا وانتصرت عليهم. اذا بتقبل سوريا تفتح علاقات معكم بكون كتير منيح. واذا بيوم من الايام قبلت، بس كرمال حلفائها بلبنان، وغير هيك انسوا، والا مش شايفينكن. بشار الاسد سامع باسمك مره واحده يا شيخ سعد الحريري، سمع باسمك مره او مرتين يمكن لما طلعت لعنده على قصر الضيافه. هلا عم تتكبروا عليهم؟ ليه يا حبيبي؟ فاكرين حالكم اقوى منهم؟ راس امريكا تكسر بسوريا، وراس اسرائيل تكسر بسوريا، وراس السعوديه تكسر بسوريا. مين انتو؟ معلش خليكن على الارض، خليكن على الارض وتواضعوا شوي. يا عيب الشوم.